السلام عليكم، مرحبا بكم حبيباتي في مطبخ أمينة عزيزي. اليوم إن شاء الله راح ندير وصفة جديدة اللي هي كرواسون بعجينة المسمن، سهلة وبسيطة، وكما عودتكم نجيب لكم غير الحاجة اللي سهلة. اليوم وش عندنا هنا 4 كيسان فارينة بهذا الكاس، هي 4 كيسان فارينة. عندنا ملح، خميرة الحلوى، خميرة تاع العجين ولافاني، خميرة تاع الحلوى ديال مغرفة صغيرة، وهذه مغرفة تاع القهوة الكبيرة. هذه السكر عندنا من 3 مغارف 4 مغارف، انتي على حساب واش تحبيه يكون حلو. وطبعا عندنا الماء دافي باش نعجنه. نبداو بسم الله. هنا 4 كيسان فارينة، نديرو حفرة هكذا في الوسط، نديرو الخميرة تاع العجين هي الاولى، نديرو فيها شويه سكر، نديرو لها ماء دافي. بسم الله هكذا، نخلوها شويه. هكذا نكملو نديرو كامل المواد الاخرين. انا درنا الخميره تاع العجين، نديرو كامل، نديرو السكر ونعجنو بالماء دافي. ديري الماء غير بالعقل باش ما تمشيش يدك في الماء، ديري الماء غير بالعقل وانتي تشوفي. تكون العجينه كيما تاع المسمن، اي المعارك كيما المعارك. هذا كي طمينا العجينه تاعنا، طميناها كامل، نخلوها تريح شويه 5 دقائق هكذاك، ونعاودو نولو ليها باش ندلكوها. تاعنا ريحت 5 دقائق، عاود وليت ليها ندلكها هكذا برك، هكذا حتى ترطب العجينه منا، ترجع آليس. كي ترجع رطبه من تم نديروها ديبولات ونزيدو نخلوهم يريحوا 5 دقائق باش تقدري تحليهم. هكذا نكمل برك هكذا كيما راهي، نرجعها رطبه العجينه واحد 5 دقائق 7 دقائق، وانتي ديري لها هكذا حتى ترطب. هاي ديك العجينه تاعنا درناها هكذا، دارت لنا 10 كرات. دوكا نبداو نحلو فيها. بعد اللي خليناها ريحت 5 دقائق، ماشي تخليها تخمر، تخليها 5 دقائق تريح. هنا نجيبو المايزينا، ديروا لها المايزينا نحلوها بها يعني هكذا. نحلوها رقيقه. هكذا نحلوها. هاي ديك تحليها هكذا. نكملوا 10 تاوعنا كامل نحلوهم، هذوك الكرات نحلوهم كامل هكذا ونحطوهم بجهه، ونوريكم دوكا كيفاش نديروا لهم المارغرين. بعد ما كملنا حليناهم كامل، هام كيفاش يكونوا. حطيهم بجهه وبداي ديري بالوحده، ديري لها المارغرين هكذا، لازم يكونوا كامل قد. تبداي ديري لها هاي ليك مارغرين هديه تاع الفريطاج، اي مارغرين توريق. تقدري ديري بلا ما صفتيش هادي، تقدري تستعملي مارغرين نورمال. هكذا نديرو لها، ندهنوها كامل هكذا حتى تكملي كامل الورق تاعك. نبداو نديرو في الاولى هذه، نزيدو نجيبو الورقه الثانيه هكذا
هكذا ديريها قدها، لازم يكونوا قد من الجناب هكذا، ديريهم كامل قد وكملي ديري لها مارغرين هكذا حتى نكملوهم كامل. درنا لهم كامل مارغرين. الاخرانيه ما نديرولهاش، هاي ليك الاخرانيه هكذا ديروها، نغطوا بها العجينه اللي كنا درنا لها المارغرين هكذا، نخرجوا منها النفس هكذا باش ما تبقاش لداخل، ونحلوها نحلوها غير بالعقل هكذا. لازم نديرو لها المايزينا من تحت باش تسهل علينا كيفاش نحلوها هكذا هكذا، ونحلوها كامل حتى تولي رقيقة. نحلوها دائرة تكون كبيرة. بعد ما كملت حليتها دوكا نقطعها هكذا، لازم تتحل هكذا، نقطعوها هكذا. زيدوا كل نصف نقسموه على زوج. تحبي تقسمي هذا ديري فيه 3، تحبي ديري زوج. لا حبيتيهم يجوك كبار اقسميه على زوج هكذا. وهنا نوري لكم كيفاش نقسموها على زوج على 3 هكذا. نرفدوا العجينة تاعنا كل وحدة وحدها نقطعوها هكذا، نحطوها في جهة هكذا. هذه وحدة صغيرة نقسموها هكذا، نقسموها هنا هكذا. نحكمو فيرميسيل شوكو نديروها هنا. تحبي تستعملي طرف ديريه تم تقدري تلويه هكذا، تحكمي هذه هنا هكذا ونلووها هكذا. وباش ما تطيرش هذه نحكموها بولاد الدجاج دوكا كي نديرو لهم من الفوق. هذه هي الحبه الصغيره ونخلوها تخمر هكذا. نوري لكم الحبه الكبيره نقسموها ثاني هنا، نديرو لها شوكو هنا. تقدري تخليهم فارغين وكيما تحبي ديري لهم شوكولا داخل انتي واش حبيتي. تلويها هكذا وتجيبيهم هكذا. هادو هما الحبات تاعنا كيما راهم. نكمل الباقي وندير لهم ولاد الدجاج من الفوق الصفر تاع ولاد الدجاج، ونخليهم يزيدوا يخمروا ونديروهم في درجه حراره 180، ونتلاقاو من بعد ان شاء الله نوريهم. هاهم ليك لي كرواسون تاعنا بعد ما طابوا وخداو اللون الذهبي. هاهم ليك كيفاش يطيبوا. هاو ليك اللون تاعهم. هاو ليك نديروا لهم ينكوش رقيقه تاع معجون هكذا، دهنيهم من الفوق ينكوش رقيقه ما تكتريش بزاف، ونديروا لهم من الفوق سكر غلاس هكذا باش يحكم برك هكذا. هكذا نديروا لهم من الفوق سكر غلاس هكذا باش السكر اللي كان ناقص
داخل يعوض السكر هذايا اللي نقصناه. دوكا نوريهم لكم الداخل، هاملي كيفاش يجو، هامليك شو كيفاش يجو مورقين، هامليك. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه الوصفه وتجربوها، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده. ما تنسوش الاشتراك في القناه ولا كنتوا تدخلوا اول مره، ونتمنى لكم النجاح ان شاء الله. والسلام عليكم.